السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم على خير؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله غنقدم لكم واحد الكغاتان ديال لي بات بلا صوص بيشاميل اللي تيجي رائع جدا، وبقى نهضر عليه صراحه غدا ما نوفيش حقه. كنتمنى ان الوصفه تنال الاعجاب ديالكم، والا عجبتكم ما تنساوش تابونوا في القناه وتخليو لي لايك ديالكم ولي كومونتير اللي اكيد غيفرحوني بزاف. بسم الله على بركه الله. اول حاجه البنات نحضروا على هذا الكغاتان هي لاصوص طوماط اللي غنحتاجو فيها. عندنا مطيشه محكوكه، بصله خضاريه مقطعه، عندنا شويه ديال الكفته والتوابل اللي فيها الابزار، الخرقوم وسكينجبير وشويه ديال التحميره، الكمون والملون اختياري. وغنحتاجو هذا ضامه البنه ديال البكري وجوج ورق ديال سيدنا موسى، هادو غنديروهم مع السليق في لي باد. شويه ديال الزعتر، بصراحه الزعتر تيجي رائع، وشويه ديال الهريسه، وكالعاده الهريسه اختياريه، اللي كيبغي الحار يديرها، اللي ما كيبغيش الحار يكتفي غا بالحروره ديال الابزار. البنات هادو هما لي بات ديالي، درتهم في الماء والملحه، ودابا غنضيف عليهم ديك ضامه البنه وجوج وراق ديال سيدنا موسى صافي، ونخليهم يطيبوا. ملي يطيبوا نسقطرهم مزيان ومن بعد نرجع لكم. والبنات بين ما لي بات ديالي يطيبوا ندوز ان شاء الله باش نصايب الصلصه ديال المطيشه. ودابا البنات نشحروا ديك البصله بشويه ديال الزيت بهذه الطريقه هذه. بعد ما نزلات البصله ديالنا البنات غنضيفوا الكفته، نبداو نفرفتو فيها بهذه الطريقه هذه. بعد ما تشحرات الكفته ديالنا غنزيدو مطيشه محكوكه، التوابل، شويه ديال التحميره، شويه ديال السكينجبير، شويه الكمون، شويه الخرقوم، وشويه الابزار، والملون اللي قلت لكم اختياري. البنات اللي غيقولوا لي غير صحي ما ديروهش، وشويه ديال الهريسه، حتى الهريسه كي قلت لكم اختياريه. صافي كي لاحظتوا البنات ما درتش الربيع، انا في لي بات ما تنديرش الربيع، تنسم بالزعتر. ومعلقه ديال سنيده نسيت ما قلتهاش لكم في المقادير. صافي كنحرك هادشي مزيان وكنخلي لاصوص ديالي تطيب، ومن بعد نرجع لكم باش نكملوا بقيه التحضيرات. نزيدوا شويه ديال الملحه، نسيتها قبيله البنات، شويه من داك غطاء السوق. والبنات من بعد ما طاوت لاصوص ديالنا غندوز دابا باش نحك فيها شويه ديال الزعتر، وصافي وغنطفي عليها. دابا صافي راه وجدات لي بات ديالي البنات، راه طابوا واستقطرتهم.
دابا ان شاء الله غندوزو باش نصايبو البيشاميل بحول الله. والبيشاميل البنات غنحتاجو هنا دايره معلقه كبيره ديال الزبده غندوبها، من بعد نزيد معلقه ديال الطحين، طحين الفورس، نحرك مزيان باش الطحين ديالنا ما يلصقش. ودابا نزيدو الحليب، انا ندير نص اطر ديال الحليب بهذه الطريقه هذه، شويه بشويه وانا كنحرك. بنات كي تشوفوا انا ما كثرتش الطحين، تنبدا نزيد الحليب شويه بشويه وانا كنحرك بهذه الطريقه هذه. كنبقى البنات نحرك تيبدا لنا لا بيشاميل تقال، ومن بعد نقول لكم اش غنزيدو فيها ان شاء الله. بعد البنات ما بدات لا بيشاميل ديالي كتعقد، غندوز دابا نزيدها شويه ديال الملح هكا، شويه ديال الابزار، شويه صافي. غنطفي عليها وغنحك فيها شويه ديال الكوزه، كميه اللي هي قليله، وصافي. دابا سالينا التحضيرات، ندوزو باش نصايبو الكغاتان ديالنا ان شاء الله. دابا البنات نجيبو لي باط ونخلطوهم مع ديك لاصوص ديال المطيشه. ما نديرش انا واقيلا الكميه كلها، انا سلقت واقيلا بزاف ديال الباط صراحه، هكا احسن باش لي باط ديالنا تيتشربوا لاصوص مزيان، تيجيوش حرفيين وناشفين. جربوا هاد الطريقه هذه البنات تجي بنينه. جربوا انكم تسلقوا لي باط بورقه سيدنا موسى وبضامه البنه. شنو دابا؟ بسم الله. اول حاجه نديروا لي باط، نديروا النصف ديال الكميه في المره الاولى، نسرحوها بهذا الشكل. ندير لا بيشاميل ديالي، وغندير شويه ديال الموتزاريلا، غنعاود ثاني طبقه ديال لي باط، نسرحها.
ثاني البشاميل. نعاودو شويه ديال الموتزاريلا. وفي الاخير غنديروا شويه ديال الفرماج احمر. ندخل الكراتان ديالي للفران ومن بعد نرجع لكم باش تشوفوا ان شاء الله الشكل النهائي. وهذا هو الكراتان ديالي بعد ما خرجته من الفران. نسيت قبيله ما قلتش لكم، انا قبل ما دخلته للفران حكيت عليه شويه ديال الزعتر، صراحه تيجي زوين بزاف، كنتمنى انكم تجربوه.